في اي وقت القوات المسلحه بتتحرك النهارده بتتحرك بشكل الناس كلها بيلفت نظرها. ده الاصل ان احنا محبين جدا لاهلنا لشعبنا، وكمان في من جانب شعبنا حب شديد قوي لجيشه، وفي قناعه وثقه في جيشه واهل جيشه. كنا حريصين على ان الناس تشوفنا في الشارع، نحاول بقدر الامكان نساهم في بشكل او باخر في تخفيف المعاناه. لو امكن نقدر نعمل حاجه بنعملها، وبنعملها عشان خاطر بلدنا مش عشان حاجه تانيه. فده صله انت بتحافظ عليها. الجندي او الصف ضابط او الضابط اللي واقف في الشارع لازم وهو بيتعامل مع المصري، اي مصري من اول اسكندريه لغايه اسوان، يبقى حاطط في اعتباره النقطه اللي انا بتكلم فيها دي، ان في علاقه خاصه جدا. انا عايز اقول لكم العلاقه الخاصه اللي بين الجيش المصري وبين الشعب المصري علاقه بتحسد عليها مصر. العلاقه الخاصه، الحب الحقيقي، الثقه الكبيره اللي موجوده بين الشعب المصري وبين الجيش المصري دي في دول كتير بتقول اشمعنى البلد دي كده؟ ايه الحكايه الغريبه جدا اللي بين المصريين جيشهم وشعبهم؟